قرعه بالجنيه، 18 اخ واخت وحلم واحد بس اللي هيكمل. طب واللي خسر؟ هتعرف في اخر الحلقه. اللوحه دي اكيد شفتها قبل كده في بوستر على النت، في بيت حد، صوره ايدين مرفوعين وبتدعي، لكن وراها واحده من اعظم قصص التضحيه في التاريخ. اللوحه دي اسمها الايدي المصليه برينج هاندز، واللي رسمها فنان الماني اسمه البريكت دورر. ولكن القصه مش عنه لوحده، دي عن اخوه كمان. 18 اخ واخت، ابوهم كان سايق بسيط، يعني الراجل بالعافيه بياكلهم، والتعليم كان رفاهيه طبعا، خصوصا بقى لو عايز تتعلم فن. في يوم اخين من ال 18 اللي هم البريكت والبرت، ركزوا معايا عشان الاسمين هيلخبطونا، حبوا يدخلوا اكاديميه الفنون، بس الفلوس مش مكفيه غير لواحد بس. قرروا يلعبوا قرعه بعمله معدنيه، اللي يكسب يروح يدرس، واللي يخسر يشتغل في المناجم. وهيشتغل في المناجم عشان يبعت فلوس لاخوه ويحقق حلمه. طب القرعه طلعت لصالح مين؟ البرت. قام اخوه البرت راح يشتغل في المناجم وسط الحجاره والتراب، وده عشان يحقق حلم اخوه. 4 سنين كامله تعب وشغل صعب، وفي المقابل البرت اخوه بقى نجم في الاكاديميه، ده تفوق حتى على المدرسين بتوعه، وبدا يبيع لوحات وتعرف على فنانين عصره زي دافنشي مثلا بتاع الموناليزا، فاكرينها؟ وبعد 4 سنين رجع البرت بيته وهو طاير من الفرح. كان راجع عشان يوفي بوعده البرت اخوه، دورك يلا انك تروح تدرس وانا اللي اصرف عليك دلوقتي. بس لما بص على ايدين اخوه وقف مكانه مش قادر يتنفس. ايدين البرت كانت خشنه ومشققه، ضوافره مكسوره، مفاصله تعبانه من الشغل. دي مش ايدين فنان، دي ايدين راجل شال صخور. فالبرت بص لاخوه قال له خلاص فات الاوان، ايدي ما بقتش تنفع ترسم. وفي يوم البرت شاف اخوه قاعد بيصلي قبل الاكل، رافع ايديه المكسوره للسماء وبيشكر ربنا على النعمه، رغم ان هو اللي ضحى بحلمه. وقتها مسك البرت ريشته ورسم ايدين اخوه. اللوحه دي اللي العالم كله دلوقتي عارفها باسم برينج هاندز، بس دي مش مجرد ايدين بتدعي، دي ايدين ضحت بالحلم عشان حلم غيرها يتحقق. فاكتب لي في الكومنتات في حد في حياتك ضحى عشانك ولو لمره واحده حتى، ولو اول مره تعرف قصه اللوحه دي اكتب لي برده في الكومنتات.